قال ايه الواحدة منها ب5 جنيه. تعالي النهاردة بنص كيلو من الدقيق نعمل 25 واحدة منه بنفس الطريقة وبنفس الحجم. هيطلع معاكي هش وخفيف جدا بنفس الطريقة اللي انت شايفاها دي. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. عشان نعمل وصفتنا للنهاردة عندي كيس من الخميرة الفورية. عندي هنا 5 معالق كبار مليانين هرمي بالطريقة دي سكر. عندي هنا كوباية من المية الدافية ونص كوباية من اللبن او الحليب الدافي، لو حابة تعجني بمية بس عادي. عندي هنا معلقتين كبار من الخل، ربع كوباية من الزيت. هنبدأ ندوب السكر كويس قوي. وبعد كده عندي 4 كوبايات من الدقيق بنفس الكوباية اللي عيرنا بيها الزيت واللبن والمية. نزلنا بيهم ونزلنا عليهم بنص كيس من الكيك شيف، ونزلنا كمان بنص معلقة صغيرة من الملح. وببدأ اقلب دول مع بعض كويس قوي. وبعد كده بنسمي بسم الله وبنبدأ نعجن العجينة بتاعتنا. طبعا كوباية ونص من المية عجنوا معايا العجينة كويس قوي. طبعا انتي لما تيجي تعجني نزلي كوباية المية وخلي نص الكوباية التاني على جنب، عشان انواع الدقيق بتختلف عن بعضيها. انا الدقيق اللي بستخدمه بياخد معايا، لو انا مش ضايفة بيض او اي حاجة تانية، بياخد معايا كوباية ونص. بس كده بعد ما عجننا العجينة كويس قوي ولميناها نبدأ نحطها كده في طبق. وهبدأ ارش رش الدقيق واغطيها بكيس بلاستيك وبلفها بقماشة واسيبها معايا لحد لما تتخمر. هنبدأ دلوقتي نعمل مع بعض الشربات. عندي هنا كوباية صغيرة من السكر، عليها كوباية إلا ربع من المية. ببدأ أدوب السكر وببدأ أرفعهم على النار. أول ما بيبدأ يغلي معايا بنزل عليه بكيس من الفانيليا وبسيبه بالظبط دقيقتين بعد الغليان وبطفي عليه النار. ببدأ أصبه هنا في طبق واسيبه معايا لحد لما يبرد. هنا العجينة كانت معايا اتخمرت، فهنبدأ دلوقتي نقطعها. بسم الله ما شاء الله، هشة وخفيفة جدا. برش رش الدقيق على الرخامة وببدر ايدي بالدقيق. وبعد كده ببدأ ألمها كده واطلع الخمور اللي فيها وبنبدأ نقطعها لكور. طبعا انا ال4 كوبايات دي قطعتهم ل7 كور. بس كده ببدأ اغطي عليهم بكيس بلاستيك. وبما اننا احنا في الصيف فهنبدأ على طول نفردهم. فهبدأ اخد اول كورة قطعتها وباجي على الرخامة ارش رشة من الدقيق وارش عليها كمان رشة من الدقيق. ببدأ ابططها وبعد كده بفردها نص فردة، يعني ما بفردهاش يعني بسيبها بسمك بسيبها سميكة. بعد كده عندي هنا معلقتين من السمنة. ببدأ بالطريقة دي ادهن الوش وببدأ اركنها على جنب. اهم حاجة السمنة تكون زي ما انت شفتيها كده مش سايحة خالص. وباجي بالكورة التانية ابدأ اخدها بالطريقة دي وببدأ افردها بنفس الحجم وابدأ احطها فوق الاولانية. وببدأ برضو ادهنها بالسمنة بنفس الطريقة. طبعا الخطوة دي بكررها مع ال7 فطاير ما عدا الفطيرة ال7 او الاخيرة ما بحطش عليها. زي ما انتوا شايفين كلهم بنفس الحجم وفوق بعض وبدهنهم بالسمنة، بدهن بينهم بالسمنة. طبعا دي اخر فطيرة معايا ال7. هبدأ اكبرها عنهم لان هبدأ اغطي بيهم ال6 فطاير اللي احنا فردناهم وحطينا بينهم سمنة. دلوقتي بغطي عليهم لمدة دقيقتين بما اننا في الصيف وهسيبهم يرتاحوا وبعد كده هنبدأ نفردهم. تعالوا بقى شوفوا قد ايه هم ارتاحوا معايا. بصوا بتضغطي عليها بتفرد معاكي. ببدأ ارش طبعا رش الدقيق كمان من فوق وببدأ افردهم. بضغط كده على العجينة ابدأ ابططها وبعد كده ببدأ افردها. طبعا احنا برضو هنبدأ نفردها نص فردة، يعني مش هفردها الفردة الكاملة. وببدأ كده اقلبها على الوش التاني وابدأ بقى ارجع اكمل فرد. طبعا برش رش الدقيق عشان الطبقات اللي فيها سمنة دي. وبعد كده بفردها زي ما انتوا شايفين بسمك رقيق. طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني بصوا العجينة قد ايه، حوالي 1.10 متر.
فهبدأ دلوقتي عندي هنا سمنة، هبدأ ادهنها كده دهنة خفيفة. وبعد كده عندي جوز الهند، طبعا الجزء الاخير من العجينة بسيبه ما بدهنوش، ببدأ ارش جوز الهند زي ما انتوا شايفين كده. الجزء الاخير ما دهنتوش سمنة عشان يبدأ يقفل معايا. بعد ما رشينا جوز الهند بنبدأ بقى نلفها رول بالطريقة دي. طبعا بلفها كلها لحد لما تقفل معايا في الجزء الاخير. بعد ما بنلفها رول بالطريقة دي بنيجي الجزء الاخير الحرف، ببدأ ادبسه مع العجينة. بعد كده برجع اقلبها، اخلي القفلة من تحت. بما انها طويلة قوي الرول بتاعنا فانا قسمته على نصين. السكينة بتاعتنا بنبدأ نبدرها بالدقيق، وبعد كده بقسمه على نصين. وبعد كده ببدأ اقطعه. بصوا التقطيعة بتاعته كلها بسمك متساوي. شايفين؟ هي دي طريقة الافران في عمل الدنش. وصفة النهاردة دنش، بس الوصفة بجد خيال. الواحدة منه وصلت ل5 جنيه، وهو ما بيتكلفش حاجة خالص. عندي هنا صينية مدهونة دهنة كويسة قوي من الزيت، بدأنا نرص الدنش فيه. طبعا بسيب بينه وبين اللي جنبيها مسافة عشان هي لسه هتتخمر معايا وهتدخل الفرن وهيتضاعف حجمها. باجي بعد ما حطيناهم في الصينية بكفة ايدي بضغط نص ضغطة، يعني ما بتبططيهاش بالكامل، لا ضغطة خفيفة بس. وبعد كده بنبدأ نسيبهم معانا يتخمروا. شايفين الجمال؟ ببدأ اغطي عليهم طبعا بكيس بلاستيك، وبسيبهم معايا لحد لما يرجعوا يتخمروا ويتضاعف حجمهم. اول ما بيتخمروا ويتضاعف حجمهم بالطريقة دي بكون شغلت الفرن على اعلى درجة حرارة عشان يسخن كويس قوي معايا. وعندي هنا لبن او حليب، هنبدأ ندهن الوش. لو انت عجنة طبعا بمية ومش حابة تدهني الوش بلبن او حليب، ادهنيه بمية عادي. بس كده. دلوقتي طبعا الفرن شغال على اعلى درجة حرارة، سخن كويس قوي معايا. بدخل الصينية بس على الارضية تبدأ تسخن معايا، بروح سحباها ورفعها الرف الوسطاني. بسيب النار على اعلى درجة حرارة من تحت، ومن فوق النار وسط، لحد لما الدنش بتاعنا يستوي وياخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما بيطلع من الفرن بغطي عليه دقيقتين، وبعد كده ببدأ اشيله من الصينية. شايفين قد ايه خفيف جدا وهش معايا وكمان مورق. طبعا هو دافي كده على طول بنبدأ ننزله في الشربات. اهم حاجة يكون معاكي يعني هو لسه بسخونيته عشان يشرب الشربات. بصوا الجمال، وشايفين التسوية من تحت. طبعا بنزلها كده في الشربات بتاعنا او العسل اللي احنا عملناه. وبعد كده عندي هنا جوز الهند ببدأ انزله فيه. هو ده اللي انتوا بتشتروه من الافران بنفس الطريقة. كمان احنا ما عملناهوش بزبدة ولا ببيض ولا باي حاجة، عملناه بطريقة الافران بطريقة اقتصادية جدا. ممكن الفرشة تبدأي تلمعي الوش وتشربيه كويس قوي عشان الشربات او العسل يبدأ يتغلغل بين الطبقات بتاعة الدنش. بعد كده بنزله زي ما انتوا شايفين، وبترش عليه من فوق جوز الهند. والله العظيم نفس اللي بتشتروه من بره. هنا كنت طبعا حطيت عليه مربى فراولة لو انتوا حابين، بس هو الاساسي بتاعه العسل اللي احنا عملناه مع بعض. شربات خفيف يعني، ولا هو خفيف ولا هو تقيل معانا. شايفين التسوية هنا كلها بنفس درجة التسوية. شايفين ده كله من نص كيلو دقيق عملنا 25 واحدة دنش بطريقة الأفران. هش خفيف جدا. شايفين لون العجينة معايا؟ شايفين كمان التوريقة عاملة ازاي؟ طعمه حلو قوي، بيقعد عندك يوم واتنين. هش وخفيف وزي ما هو. بينفع جنب كوباية شاي بلبن الصبح، بينفع للفطار، ينفع لللانش بوكس للأولاد. شايفين اللي احنا عملناه مربى الفراولة؟ شايفين اللي الدنش معانا قد ايه هش؟ بصوا بصوا بقى، بصوا العجينة بقى بتفك لوحديها ازاي من كتر ما هي مورقة، وعاملينها بسمنة. فاتمنى بجد وصفة النهاردة تكون عجبتكم. زي ما قلت لكم نزلوا كوباية المية في الاول في العجين، والنص التاني خليه على جنب. لو لقيت العجينة محتاجة معاكي نزليها تدريجي نص كوباية المية او نص كوباية الحليب.
فيا رب تكون وصفتي للنهاردة عجبتكم وتجربوها بنفس الطريقة. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وانتظروني في وصفات جاية كتير بإذن الله، واشوف وشكم على خير.